يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشني والله، وحشني كتير. عايزاكم من فضلكم، عايزة اشتراك وتفعيل الجرس، وعايزة تعليقات. تعالوا بقى نسمع النهاردة الحكاية اللي جات لي. المشكلة دي يعني هتكلم فيها، وزي ما المجتمع بيقول. واحد بيقول انا مهندس في شركة قطاع اعمال. تمام. حبيت زميلتي وزميلتي بتحبني، يعني الحب متبادل بيني وبينها. المهم كلمتها وقلت لها خدي لي ميعاد مع العيلة عشان اجي واتقدم لك. كل شوية كانت تقعد كده تتحجج بحاجات. معلش، في حصل ظروف في الفترة دي. طيب شوية كده وهبقى احدد لك ميعاد. وكانت دايما تقول لي احنا ان شاء الله لما نتجوز هننقل شغلنا في مطروح او في حلايب، علشان الشغل هناك المرتب بيزيد 300%. واما نتجوز ملناش دعوة بحد، ولا لنا دعوة بأي حد، ولا هنختلط بحد. كنت قاعدة استغرب كده، هي ليه بتقول الكلام ده؟ ليه بتقول الكلام ده؟ المهم، آه يعني في وقت كده صدفة عرفت واتأكدت ان هي لها اخ متهم في قضية قتل، وابوها راجل سمعته زي الزفت، وكمان بتوع مشاكل. فطبعا انا لما عرفت كده اخدت جنب منها وبعدت عن الموضوع. لقيتها شكلها اتغير وانطفت كده في شكلها، وشكلها حزين. بصراحة يا جماعة هي صعبان عليا، بس في نفس الوقت ايه ذنب عيالي لما اخلف ويطلعوا يبقى ده خالهم وده جدهم؟ ساعتها هيلوموني ان انا وافقت ان انا اتجوز، والعيلة مش كويسة. طيب لو انا اتجوزتها وقطعتهم كلهم واخدتها وبعدنا وعشنا في حالنا، اضمن منين ان ما تجيش في يوم من الايام تقول ده لاهلي؟ اضمن منين ان هم يسيبونا في حالنا وما يتحكوش فينا؟ اعمل ايه يا جماعة؟ قولولي واتصرف ازاي. بصوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال او ديننا واسلامنا قال يعني الواحد لما يجي يناسب لازم السمعة والسلوك والإسلام والدين والأخلاق والجمال. يعني قبل ما تحاسب ناسب، أو قبل ما تناسب حاسب. صح كده؟ قبل ما تناسب حاسب. بصوا يا جماعة، أولا هي ملهاش ذنب في ده كله، بس احنا مش بنختار أهلنا. احنا بنطلع الدنيا مش بنختار أهلنا، بس العرق دساس. مش بقولك العرق يمد لسبع جد. وهي اكيد اكيد يا جماعه اخده حاجه من العيله، من الاهل، جينات. تمام. في نفس الوقت احنا مش بنقول دايما الولد لخاله؟ تمام. فدي بتبقى جينات يا جماعه. يعني هقول لكم ايه، ما تصدقوش حد يقول لك يعني هي ملهاش ذنب. تمام. او يعني هي لها ذنب ايه ان انت تسيبها؟ والله ذنبها ان دول اهلها يا جماعه. في ناس ممكن ما تحبش اراء. في ناس الوقت ممكن تسمعني تقول لك لا، طب ليه كده؟ طب ما يمكن هي ملهاش ذنب. يا جماعه احنا في مجتمع، والمجتمع ما فيهوش العواطف. يعني انا اما احب اناسب ناس محترمين، ما يجيش من وراهم مشاكل يا جماعه. ده عشره عمر، ده سنين كتير، ده جواز وعشره عمر. مش هقول لكم جواز في يوم ولا هيخلص سنة ولا اتنين بالمدة. ده جواز يا جماعة هيعيش عمر كتير. فأنا من رأيي إن هي ملهاش ذنب في الأول وفي الآخر طبعا، بس أنا بقول لك ما تحطش نفسك في المشاكل. يعني آخرة الكلام أقول لك ابعد. فعايزاكم تسمعوا المشكلة دي وتشوفوا آراء يا جماعة. لو أنا آرائي مش كويس أو مش صح، وانت عندكم آراء تانية، قولوا. انا يا جماعه يعني بحب اسمع اراء الناس. يعني اسمعوا ارائي واسمع ارائكم، واللي صاحبه المشاكل سواء راجل ولا امراه برضه بيعرفوا التعليقات بيبقى فيها ايه.
فدي يعني مشكلة يعني هي ما لهاش ذنب وواحدة محترمة وموظفة، بس ذنبها إن دول أهلها، فده يا جماعة نسب. وفي مثل بيقول قبل ما تناسب حاسب. يعني لازم زي ما الدين قال والإسلام، لازم الإسلام والدين والنسب والشرف والعرض والجمال والمال. تمام. فأنا ده رأيي، إن أنت ابعد، وحتى لو أنت بتحبها مسير الأيام هتنسيك، وهتقابل ناس كتير، وهتقابل واحدة. أنت مهندس، يعني أنت إنسان مركز، فما ينفعش. أنا شايفة إن ما ينفعش للأسف، ده رأيي. في ناس كتير ممكن تغلطني، في ناس تقول لأ الست دي صعبة في قراراتها. لا يا جماعة، أنا بحب أجيب من الآخر. إيه، ممكن يتجوزها وفي يوم من الأيام يعايرها، صح؟ ممكن يقول لها أنت ما تنسيش نفسك، ده أنا أخدك من عيلة قتالين قتلة وسمعتهم زفت فوقي، ده لولا أنا خدتك ما كانش حد أخدك. يا جماعة إحنا مش ملايكة، إحنا بشر. تمام. فممكن في مشكلة يعايرها. ف أنا رأيي إن بلاش، ابعد. ده رأيي. فيا ريت تسمعوا المشكلة وتقولوا آراءكم يا جماعة، واستنوا مني المشاكل اللي بتجيلي دي. كل يوم بيجيلي بالعشر مشاكل يا جماعة. فأنا بحاول على قد ما أقدر أطلع وأعمل فيديوهات كده ورا بعضها، وبفتح كمان بث مباشر علشان ناخد آراء بعض ونعرف اللي في الدنيا واللي بيحصل في الدنيا. هقول لكم دي مشكلتي النهاردة، وبعد قليل هنزل مشكلة تانية، لأن طول ما أنا قاعدة يا جماعة المشاكل على طول بتجيلي. وكمان أنا بحب آراء الناس، يعني لازم ناخد بآراء بعض علشان نستفيد. فأنا بقرأ التعليقات علشان أستفيد من حضراتكم، وأقول لكم مساكوا سكر ومساكوا عسل. وتعالوا كده نصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. وأقول لكم دي مشكلة النهاردة، وأشوفكم على خير. سلام.